مبدئيا انا جاي لك من ورا بابا وماما. والدك ووالدتك ما يعرفوش انك عندي؟ لا، ليه؟ هما مش معترفين بالطب النفسي. كتير قوي ما بيبقوش معترفين، بس بالمناسبة يعني طب لما هما مش معترفين، لما انت بتبقى تعبان بيقولوا لك ايه؟ هما فاكرين ان هو قاعد لوحدك، بسبب قعدتك لوحدك، بسبب ما بتختلطش بالناس كتير. تعرف ان الكلام ده انا بسمعه كتير، ورأي والدك ووالدتك ما هواش قليل في المجتمع، وده للأسف الشديد ان ناس بتبقى شايفة ان المرض النفسي هو عبارة عن وصمة او حاجة عيب او حاجة ما نحبش انها تبقى موجودة عندنا، فبدل ما نتعامل معاها ونحاول نصلحها ندفنها ونعمل تجاهل انها موجودة. والجديد بقى اللي كتير من الابهات والامهات ما بيبقوش مستوعبينه، كون ان انا اصغر او اقلل او اسفه او ابقى مش عايز افهم ابني او بنتي بيمر بايه، ده ما بيمنعش ان الابن والبنت هيمروا باللي بيمروا بيه. يعني ده مش هيقلل من معاناتك، باباك ومامتك ما اهتموش بالشكوى بتاعتك، ده ما قللش من معاناتك، وفي نفس الوقت حسسك ان هم بيتهموك بان انت متدلع، اصل انت بتقعد لوحدك، اصل انت ما بتعملش كذا، اصل انت، فالقوا عليك اللوم وكانك مسؤول عن اللي بيحصل لك، رغم ان انت شايف اللي بيحصل لي دي انا مش فاهمه ايه عشان اصلحه. هو ممكن يكون هما مش فاهمين الطب النفسي او مش فاهمين المشكله اللي انا فيها ايه، لان هما ما مروش بيها فمش عارفين يدوني الحل. فهم شايفين ان المشكله عندي انا، انت قاعد على الموبايل كتير، انت لوحدك كتير، انت ما بتنزلش، فهم ما مروش، ممكن يكون عشان ما مروش بده فمش عارفين الحل ايه. مش كل حاجة نحلها لازم نكون مرينا بيها. لو رجعت معايا كده أيام المدرسة، مش كل مسألة أنت عديت بيها عشان تعرف تحلها، لكن عرفت الأساسيات بتاعت حل المشاكل إيه. لو في حاجة أنا مش عارفها أو مش دريان بيها، عندي حل من اتنين: يا انكرها تماما وأقول مش موجودة وأحطها تحت السجادة، يا إما أشوف أنا ممكن أعرف عنها أكتر إزاي. الجيل الجديد بيقرأ كتير، والجيل الجديد بيبقى عارف الأعراض اللي عنده، ترت على جوجل بيطلع له أنت عندك كذا، أنت بتعاني من كذا، أنت محتاج كذا. مشكلة في الأجيال اللي أقدم منها شوية واللي ما تكونش عندها قدرة على الاطلاع بسهولة، انه غصب عنهم بيبتدوا يعملوا نوع من انواع الانكار، كأن الحاجه دي مش موجوده، وكأنه الاعتراف بان ابني او بنتي بيمر بازمه نفسيه او محتاج مساعده نفسيه ده تقصير مني، ده عيب فيا، فبالاسف بيروحوا ضحايا لهذه الفكره، وده بيمنعهم من ان هم يبتدوا يدوروا على ده ايه، طب نعالجه ازاي، طب نساعد ابننا ازاي، وكأنهم مش عايزين يخرجوا بره الاطار بتاع الاب والام. ودايما لما بطلع اتكلم في البابليك بقول ايه: ده مش تقصير منك، ده مش خلل في تربيتك، ده مش وراثه انت مورثها لابنك، ده مش عيب في انك انت رضعتيه ارتفيشال مش بيبي مش بريست فيد. المهم الوضع الحالي محتاج مننا ايه عشان نطلع منه. ابن زي ده محتاج ان انا اقعد واسمع واخلي بالي وانا برد ان انا مش بدافع عن نفسي. مش معنى ان ابني متضايق ان انا غلطانه، مش معنى ان ابني منزوي او بنتي بعيده عني ان ده تقصير مني، لا. احنا لما الاهالي بتاخد الفكره دي بتبقى عارف اللي يقول لك عليه ديفنسيف، دفاعي، فلما تيجي تقول له انا زهقان يقول لك واعمل لك ايه، ما انت المفروض تعمل واحد اتنين تلاته. طب خلاص انا مش زهقان، انا داخل اقعد في اوضتي ساكت. تيجي البنت مثلا: مامي انا النهارده صاحباتي اتخانقوا معايا في المدرسه وحصل كذا كذا كذا. ايوه، ما هو انتي اول ما بتقول كلمه انتي او انت، الطرف الثاني اللي هو عنده المشكله بيبقى على طول جه في دماغه ايه: لا سامعني ولا فهمني ولا هتفهمني ولا هتفيدني، فهياخد خطوات ويبعد بعيد، ويحصل اللي يحصل في الخفا ويلطش في وشنا ساعه ما يبقى كبر عم قاسه. وياما شفنا مشاكل من النوع ده، مشاكل عنيفه بسبب ايه؟ ابدا كان قاعد في اوضته، ابدا كانت على طول قاعده في اوضته، وكانوا بيلوموهم انهم قاعدين في اوضتهم. حتى لو هم قاعدين في اوضتهم خشوا اقعدوا معاهم 10 دقائق ربع ساعه، وبلاش اسلوب وكيل النيابه اللي بتستجوب ابنك: اعمل ايه في المذاكره؟ رحت الرياضه؟ مين صحابك؟ لا 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 لا. الاهالي اللي بتعمل الاسلوب ده بقول لهم دايما ما تخشوش تبقوا عايزين تعرفوا المعلومه، خشوا ادوا معلومه، خشوا قولوا احنا النهارده كان يومنا كذا، عملنا كذا، شفنا كذا، شفت اخبار الماتش الكوره، ايه ده، انت ايه رايك في لعب كذا، ابني غاوي عربيات اقرا كلمتين واخش اتكلم معاه فيهم، بنتي غاويه سكين كير اخش اسالها على شركتين اشتري مين. يعني انت اللي مد للولاد، ما تستناش ان هم عشان ولادك فده مجبرين ان هم يقدموا لك كشف حساب وبيان حاله كل يوم. انا جاي لك المفروض انت تمدني بطاقه، فانت بالمنظر اللي انت الهجومي اللي بتهاجمني فيه انا بضطر ان انا بنسحب، انا بحس ان انا داخل في مواجهه مع بابا او مع ماما، فبضطر ان انا انسحب وارجع لاوضتي تاني. لان انا لما باجي لك بحس ان انا داخل مواجهه، وانا مش جاي مواجهه، انا جاي ان انت تديني طاقه، انا جاي اقول لك في مشكله حل لي المشكله. انا مش هختلف معاك في اللي انت قلته، ان انت فعلا من حقك ان انت لما بتروح تعرض عليهم مشكله ان انت تلاقي حل للمشكله. فانا هتفق معاك في انك تروح تعرض عليهم مشكله، مش هتفق معاك في حكايه انهم يدوك طاقه، لا، هم مش هيدوك السمكه يا حلو، هم يعلموك ازاي تصطاد. فلما تقابل مشكله في حياتك يبقى معاك الف ب ت المشاكل بتتحل ازاي. تعرف احنا كلنا دي انت دلوقتي لو قلت لك 12 في 8 بكام
هتجيبهم لي على طول. لكن انت عمرك فكرت ان انت عمرك ما كنت توصل 12 في 8 بكام الا لو كنت اتعلمت 2 في 2 في كام؟ فانا عشان اعلمك ازاي تحل المشكله لازم اسمعك، لازم اسالك طب انت رايك ايه؟ ولو انت قلت راي مخالف للي انا في ذهني بخبرتي كوالد او والده، طب ما فكرتش في كذا؟ ان انا اشغل لك دماغك. لكن النهارده لما تيجي تقول لي مشكله وعايز مني الطاقه واقول لك اعمل كذا، فين العلام في الموضوع ده؟ فين الخبره اللي اديتها لك؟ ده انا اديتك السمكه مشويه وبالرد على ذوقك، لكن ما علمتكش تصطاد. شوف ان انت ممكن تطلع بحاجه ما جابتش نتيجه وتطلع بحاجه تجيب نتيجه، بس ده تشغيل دماغ. انما ان انا اتجنب وخلاص بقى مع السلامه، يلا روح اعمل كذا وخلاص. زي اللي يخش يقول لابوه انا عايز تليفون مش عارفه بشليون جنيه. طب خد يا حبيبي، ليه عايز تليفون جديد؟ ماله تليفونك؟ طب شوف انت هتحوش كام وانا احوش لك كام. طب اللي انت هتحوشه في الست اشهر هدي لك زيه في 6 اشهر. يعني يبقى في اخذ وعطاء. البنت اللي على طول عايزه كل حاجه جاهزه جاهزه جاهزه، اجيال اللي جايه صراعاتها وضغوطاتها شديده، فلازم من البيت نعودهم على التحمل، مش على اقل موقف نتكسره والا هنقعد لا. الاجيال اللي ورايا من الطب النفسي بقى تقعد تشيل الاشلاء. في مشكله تانية، لو سيبنا الموضوع ده لما ابننا كبر واتجوز، انا ما علمتوش يصطاد السمكه، انا علمته ان انت بتيجي بتاخد السمكه. فهو لما كبر واتجوز فهو مسؤول. مين قال؟ مسؤول عن حياته. مين قال؟ هو المسؤوليه يعني مسؤوليه يعني انك انت لما يكون عندك واجب في المدرسه تحله. المسؤوليه معناها ان احنا لو رايحين النادي هنلبس حاجه غير لو رايحين في العيد نعيد على كبار العيله. دي مسؤوليه. هو ما خدش المسؤوليه دي وهو صغير. من فين جاي في دماغك ان هو هيشيل مسؤوليه لما يكبر؟ هو اتعود على ايه؟ اتعود على ان هو بيروح ياخد السمكه من غير ما يصطاد. بالظبط. ففي اول مشكله ماما بابا الله يكون في عون اللي متجوزاه